السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير والله. جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية أجمعين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك، اللهم آمين يا رب العالمين. نبدأ الفيديو بتاعنا كده بسم الله. النهاردة نويت أعمل محشي. كان عندنا كوارع وكان عندي شوربة، والله استخسرت يعني أرميها أو أهمل فيها كده ومرضتش أحطها في الفريزر. قلت لا، هعمل بقى محشي. قد عزمت الامر كده وقمت قايمه عامله محشي. كان يوم انا بحب اعمل محشي او سمك، اللي هو صينيه السمك دي، في يوم يكون جو شتوي كده جميل، تمخمخي كده، ظبطي الجمجمه. المهم بدات بقى قشرت البصل كده وقعدت اخرط فيه. بصل المحشي احنا كلنا عارفين ان هو بيتخرط على الايد كده، انما الكبه شغل بقى، تتبيله، كفته، فراخ، كلام من ده. انما المحشي البصل بتاعه بيتخرط كده، يديله تسكيره كده وطعم تاني خالص. وفرمت طماطم معاكم اهي، وما كانش عندي قرن شطه الصراحه، حطيت قرن فلفل مع البصله كده والثوم. المهم بقى اول ايه قبل اي حاجه ادخل حط اللايك. ما تنسيش بقى تفعيل الجرس كده عشان يوصلك كل جديد، واشتراك للقناه وتفعيل الجرس. يا حول الله يا ربي، واحد مش مجمع خالص. المهم انتوا عارفين ايه اللي بيتعمل يعني. حطيت بقى الحله على النار كده، ودي كانت عندي زبده بقى كده، قلب زبده، قمت واخده منه حته كده بقى نظبط الاكله بتاعتنا. حطيت سمنه وزبده كده على النار عشان احط فيها البصل والفلفل الاخضر والثوم. بحب ارش عليه ملح كده برضه عشان يتاكل بسرعه كده ويبقى حاجه اخر شيء. بشكر كل اخ واخت كده او متابعه ومتابع عمل قناتي متابعه. شكرا شكرا شكرا، بشكره والله من كل قلبي. ما تعرفوش يا جماعه يعني لو لايك واحد بيفرق معانا ازاي، او متابع يفرق معانا كده. واحد بيقوم عامل كيك على طول من الفرحه. بوريكم ان دي خضره المحشي مجهزاها، واللي جنبها غسلت الرز بتاعه برده وحطيته فيه. ومعانا شفشق طماطم معروف يعني، خلاص كل حاجه جاهزه. فصين توم بقى كده وشويه بهارات المحشي، كزبره وكمون وفلفل اسمر كده، وقمت دقاهم في الكب. عايزه اسمع بقى كده احلى لايك للون المحشي وجماله كده. حطيت بقى الصلصه والخضره بتاعتها وبهاراته والدقه اللي كانت معايا، وجهزت كده القعده بتاعتي وقعدت. كان النور قاطع في الوقت ده، كنت قاعده في المطبخ اهو. قمت فاتحه شباك المطبخ وقاعده كده مدندنه مع نفسي. حشيت المحشي لوحدي، افرد الورق لنفسي واعمل لنفسي. كانت جانا بقى في الدرس وعمرو نايم، او كان في الوقت ده فين يا ربي، هو كان تحت باين، ما علينا. بدأت اول رصة كده، حبيت اصورها لكم كده عشان اشجع والاقي في نتيجة ورايا. الاكلة دي بتبقى عايزة حد يعمل لك الورق كده، وانت في ثانية تقومي لفة الصوابع كده وحطاها بس. يلا، هو الورق اصلا كان سهل ما خدش مني وقت كتير يعني، الحمد لله، والاكلة تمت بنجاح. اهم حاجه انتي بس تشجعيني كده بلايك وكومنت منك جميل، ولو في اي تعليق حاجه كده اكتبولي عادي يعني. عايزين نشجع بس بعض كده يا جماعه، وندعم بعضنا في القنوات كده. يعني ندي طاقه ايجابيه لبعض كده، مش هنخسر حاجه يعني.
انا والله باجي اجهز الفيديوهات، انا بتبقى الفيديوهات دي جاهزة معايا طول الاسبوع من كتر اللي هي الحياة اليومية اللي معاكي بقى، ومعايا طفل صغير بقى وبنبز وعيط واعمل اكل وهدوم وغسيل ونشير ومنحية ويوم قصير كمان. باجي بقى احب اقعد كده شوية على التليفون اريح اعصابي، انسى قناتي خالص وانسى فيديوهاتي واروح اتفرج على قنوات تانية خالص، وانسى واللايكات وكومنتات والله العظيم ما بخسرش حاجة، بخسر بس تنزيل فيديوهاتي بنساها والاسبوع يعدي عليا ما بنزلش حاجة. تليفوني هينفجر من كتر الفيديوهات، بس بكسل على احباط على حالة نفسية بقى. كل شوية اتابع القناة مفيش اي مشاهدات اي متابعة مفيش اي حاجة، حركة بطيئة جدا جدا. اخد منها للمحشي. شفتوا الجيل يا جماعة؟ شفتوا كل ده جيل كولاجين كولاجين يرم العظم كده وايه الله يقبل العظم. مواعين بسيطة كده اللي هي مكان بقى الرز والورق الكرنب والحاجات دي، قلت اغسل ايه شوية حاجات كده واروق ورايا المطبخ عشان ما يبقاش فيه حاجات كتير عليه والمطبخ كده على ما الشوربة تفك. كده كده انا واقفة متابعة الشوربة وهقف في المطبخ واقف يعني كنت هروق كده شوية وانا واقفة. لازم كده تشجع على فكرة. انا في يعني انا من النوع اللي في الشتاء التزم المطبخ، معرفش الناس زي كده ولا لا. في الشتاء افضل واقفة جنب البوتاجاز والمية السخنة تحت الحنفية كده عادي. لو هتدوني كل المواعين اللي عندك في البيت اغسل عادي طول ما في مية سخنة، طول ما في بوتاجاز شغال اديني واقفة في المطبخ. معتكفة انا بقى في الشتاء جنب المطبخ يعني. Emily?